بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ طبعا انا كنت غايبة عنكم فترة طويلة قوي، ومعلش غصب عني علشان ظروفي الصحية. انا رجعت لكم تاني، وهنعمل بقى النهاردة وصفات، وهنبتدي نعمل شوية وصفات حلوة للمطبخ او وصفات لجمالك، وصفات طبيعية حلوة جدا من مطبخك ومن ادوات موجودة عندك في المطبخ هتنفعك. النهارده عايزين نعمل مقشر للرجل. طبعا كلنا بنشتغل وبنطلع وندخل، واحيانا بنلبس صنادل مفتوحه ومكشوفه، فالرجل بتتعرض للهواء والتراب، وبتتعرض لأتربة كتيرة بتعمل جفاف للجلد. فاحنا عاوزين نرطب ونطري وننضف ونقشر كل ده ونفتح كمان، كل ده بوصفة واحدة بس النهاردة هنعملها، سهلة خالص جدا جدا. هنبتدي أول حاجة، هناخد معلقة من ملح الطعام العادي، تمام. معلقة ملح الطعام ممكن تحطي ملح خشن او ملح ناعم. اصلا ملح الطعام من الحاجات اللي بتقشر الجلد. هنحط عليها معلقة شاور جل، اي نوع شاور جل عندك انت بتستخدميه. اوكي تمام، انا بستخدم النوع ده، يعني انت شوفي براحتك النوع اللي يعجبك. وهتبتدي بعد كده تقلبيهم كويس مع بعض لغايه لما يمتزجوا جدا، تحسي ان الملح اختفى زي ما انت شايفه كده. اوكي، تحسي الملح، شايفه؟ تمام. نبتدي بعد كده ننزل ب هننزل عليها بمعلقه ملح ليمون صغيره كامله. ملح الليمون مشهور جدا في الوصفات بتاعتنا، اي وصفه للجمال لازم نستخدم فيها ملح الليمون، مقشر ومبيض للجسم ولاي مناطق حساسه عندك، للايدين للرجلين للبشره. شايفه؟ لازم يمتزجوا كده، تفضلي تقلبي تقلبي لغايه لما يمتزجوا جدا ويختفي الملح ده والملح ده، ويبقى كده بالمنظر اللي انت شايفاه كده. نبتدي ننزل بقى بنص معلقه كربوناتو، مش كامله، نص معلقه. اوكي، برضو الكربوناتو مشهوره جدا في التفتيح، لو حسيتي ان الشاور جل قليل ممكن تكملي نص معلقه صغيره، بس هي يعني ايه المقادير بتاعتنا معلقه 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 ما عدا الكربوناتو نص. تمام. شايفه؟ كريمي خالص خالص اهو زي ما انت شايفه كده بالمنظر ده. ده بقى مقشر جميل جدا 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 للجلد الميت، للايد، للرجل. تبتدي بقى تحطيه على ايدك او على رجلك. لو هنعمله للرجلين يبقى هندهن منه وش الرجل وبطن الرجل من تحت كلها، والكعب اهم حاجه منطقه الكعب عشان التشققات. وهنسيبه مده حوالي من 5 إلى 10 دقايق، وبعد كده نبتدي نفركه كويس قوي ونغسل رجلينا. وما تنسوش بقى بعد ما تغسلوا رجليكم كويس قوي تبتدوا تحطوا المرطب، كريم مرطب، سواء كريم بالخيار او اي نوع من انواع الكريم المرطب اللي عندك. لو ما عندكيش كريمات مرطبه خالص ممكن تبلي قطنه بميه ورد وتمسحي بيها رجلك وايديكي. ولو عايزه تعملي للبشره مش هيضر في اي حاجه، هتعمليه بس تبعدي عن منطقه العينين علشان خاطر المنطقه دي حساسه خالص. تحطي على بشرتك 5 دقايق وبعدين تبتدي تسيبيه شويه، وبعدين تبتدي تفركي بشرتك، يعني تسيبي حوالي 10 دقايق بالظبط، تفركي بشرتك وتغسلي بشرتك بالراحه، وبعدين ترطبي بكريم مرطب او تمسحي بميه الورد. دي كانت وصفتنا النهارده، سهله وخفيفه وبسيطه، وعملناها قدامكم عملي اهي. مقشر جميل جدا للبشره وللايدين للرجلين، منعم ومفتح. ويا رب الوصفه تعجبكم، وتنسوش تعملوا لي لايك وشير للقناه، وتنسوش بقى تكتبوا لي في التعليقات اذا كانت الوصفه عجبتكم ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.